السلام عليكم خياتي، كي راكم؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس بصحه جيده. صحه رمضانكم. اليوم خياتي جبت لكم فيديو رائع. جبت لكم فطائر 5 دقائق، فطائر بدون عجين، فطائر هايله بحشوه اقتصاديه. للوصفه خليكم معي خياتي. هنا خياتي عندي البطاطا مهروسه، بطاطا غليت 2 بطاطات او 3 على حسب افراد العائله. هرستهم. هنا عندي كاشير مقطع. وخياتي للحشو اي حاجه تبغي ديروها، ماشي شرط ديروا الشيء اللي راني نديرو انا. هنا عندي علبه تاع الطون. نعتذر خياتي على الصوت تاعي شويه عيانه. هنا عندي بيض مسلوق، عندي 2 حبات بيض مسلوق وقطعته كيما هكا صغير. هنا عندي معدنوس، نزيدو معدنوس. قلت لكم خياتي اي حاجه ديروها، ماشي شرط هاد الحشوه اللي ديروها، اي حاجه. انا نجيب التوابل، نديرو ملح وفلفل اسود. هنا عندي الملح على حسب الذوق كما نقولوا دائما. هنا الفلفل الاسود. ونخلطوا كاع المكونات حتى يتجانسوا كامل. هنا راني خلطت كاع المكونات كيما هاك. واش نجيبو خياتي؟ هنا نجيبو الخبز التوست، خبز الساندويشات هذا. انا هنا خياتي نشريه من ليدل، هنا في اسبانيا نشريه من ليدل، حلال ما فيه حتى حاجه. نجيبو الخبز تاعنا كيما هاك، ونجيبو الرولو تاعنا، نقبض بالحبه كيما هاك خياتي، ونقعد نبسط فيه مليح. وخياتي من الاحسن يكون الخبز طري. انا الخبز كان عندي هذه 3 ولا 4 اللي شريته باش نخدم، كنت شويه عيانه ما خدمتش. من الاحسن يكون الخبز الطري. انا شغل شويه تشق لي كي يكون طري ما يصرالو حتى حاجه، وبسطوه مليح يولي رقيق. ونستمر بهذه الطريقه حتى نكملوا الكميه اللي انا باغيين نديروها، والكميه على حسب افراد العائله. والله خياتي صدقوني تجي فطائر رائعه، والله رائعه. ولادي عجبتهم، راجلي كذلك عبا معاه الخدمه، عجباته وعجبت الدراري اللي معاه، الحمد لله يا ربي. حاجه بسيطه، ما تعجني ما والو، تكوني مزروبه ديري كيما هكا، ديري غير الحشو وجيبي خبز تاع الساندويش. هنا خياتي بسطت كاع الكميه. نجيبو كيما هكا قطع ونقطعو كيما هكا، نقطعو كامل الحبات نتاعنا. خوياتي هذا الخبز ما نرموهش، هذا الخبز نديروه في الفور نحمصوه، ومن بعد نطحنوه يولي لنا لا شابلور، ما نرميوش خياتي. هكا نقطع كاع الكميه اللي راه عندي كيما هاك. كما قلنا ديك الزوائد البواقي ما نرميوهمش، نحمسوهم في الفران ونطحنوهم تولي لنا لا شابلور كيما هكا. خياتي نكمل ونولي معاكم. انا خياتي كملت، جبت الصينيه نتاعي درت لها ورق الطبخ. هنا نقطو الحشو ونديرو هكا في الوسط، ونجيبو فرماج، نزيدو شويه فرماج. وهنا عندي الماء، هنا الماء نديرو مع الحواف كيما هاك، نمسحو الحواف تاع الخبز كيما هاك خياتي، ونبلعو وغير بالسياس. انا كان عندي الخبز قلت لكم عنده 3 ايام ولا شحال، يعني عذبني. من الاحسن يكون الخبز طري هكا. بلعي مليح، كي نديروا له الماء شغل الخبز يلتصق لنا. تبلعي هكا مليح اختي. هاي عندك الفطائر. ونزيدو نكملوا الكميه كيما هاك. ديري الحشو، ديري الفرماج، دهني بشويه ماء وبلعي، وتحصلي على فطائر رائعه وراقيه في الشكل ورائعه في المذاق. والله خياتي صدقوني جربوها. وكما قلت لكم الحشوه اي وحده تبغي دير، ماشي شرط ديري هاد الحشوه، ديري دجاج، ديري فيونداش، ديري اي حاجه. انا عطيتكم خيار وانتم ديروا واش بغيتوا. هكا خياتي نكمل كامل الخبيزات نتاعي ونولي معاكم.
هنا خياتي كي كملت كاع الكميه، شوفوا تحصلت على هاد النتيجه. نجيبوا البيض وندهنوهم عادي كيما الفطائر اللي نخدموهم بالعجين، ندهنو هكا كاع الحبات نتاعنا بالبيض عادي كيما هاك. وان شاء الله خياتي غادي ندير لكم فطائر سهله اقتصاديه توجد في فرمشه عين. غير سمحوا لي خياتي والله كنت شويه عيانه وشويه المورال طايح، من الحمد لله يا ربي الحمد لله. نطلب منكم خياتي كامل كيما راكم اللي يوصل لهاد المرحله حتى لهنا، نطلب منك تدعي لامي بالرحمه والمغفره، باقي لها يومين مسكينه وتوفي عامين ملي توفات. نطلب منكم خياتي كامل ترحموا عليها، ربي يرحمها ويوسع عليها ويجعلها من اهل الجنه يا ربي يا ربي، وتصبرني عليها يا ربي. نستمر خياتي بهذه الطريقه حتى نكمل كامل الكميه اللي عندي. انا درت هذه الكميه وزدت كميه واحده اخرى، درت لوليداتي ودرت لراجلي باش يدي معاه للخدمه. هنا خياتي نزيدو عليهم هكا من الفوق الفرماج، اللي تبغي ديره، ما تبغيش ديره ما ديرهش، ماشي شرط، مي هو يجي من الاحسن، يجي الشكل نتاع محمر مليح. وزدنا الماء دقت كذلك، اللي ما بغاتش ما ديروش، ماشي شرط خياتي. فوت عليها كاع كيما هكا نزيدو الفرماج وزيدوا رشه معدنوس. انا ما كانش عندي معدنوس ما ديتش، زيدوا شغل قطعه معدنوس مليح وزيدوا فوقها هكا رشه كل وحده زيدوا فوقها رشه تاع المعدنوس، تعطينا منظر شباب كيما هكا الفطائر تاعنا. انا ما تحصلتش عليه، ما كانش عندي للاسف. هكا خياتي نفوتوا كاع على الفطائر تاعنا نديروا فيهم الفرماج. ما تنساونيش خياتي من اللايك نتاعكم والاشتراك والتعليقات المحفزه اللي تزيدني دائما للقدام. وهنا خياتي كي نكمل ندخلها للفور، غير تحمرنا شويه من تحت من الفوق كيما هكا. النتيجه حبيباتي شوفوا نتيجه رائعه في المنظر، سبحان الله تبان لك فطائر عاديه وهي فطائر بدون عجين، بخبز التوست، خبز الساندويشات. وهايله خياتي صدقوني هايله، نتيجه رائعه. وبالخف توجد لنا وحده تكون خدامه يحسن العاون ما عندهاش الوقت ديرهم في الساعه. هذه نتيجه خياتي، شوفوا رائعه. نتمنى خياتي تجربوها وتردوا عليا في التعليقات نتاعكم. وهنا جينا الى اخر الفيديو، نقول لكم خياتي تهلاو في رواحكم، صحه رمضانكم، صحه فطوركم، ونتمنى ان شاء الله يا ربي تكملوا رمضان بالصحه والهنا وتبقوا على خير. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.